يا مساء الحكايات الحلوة والقلوب اللي بتحب تسمع وتعيش جوه القصة. أهلا بيكم في حواديت سارونا، المكان اللي هنسرح فيه مع بعض في عوالم تانية ونعيش قصص مليانة مشاعر، عبر وحكم من قلب الحياة. هنا مش بس هتسمعوا حكاية، هنا هتحسوا بيها كأنكم جزء منها. فلو بتحبوا الكلام اللي من القلب وبتدوروا على حد يحكي لكم كأنكم قاعدين معاه على القهوة، يبقى مكانكم هنا مع سارونا. بس قبل ما نبدأ قصتنا الجميلة، صلوا الأول على النبي محمد عليه أفضل الصلوات والتسليم، وياريت تفرحوني بلايك جميل زيكم يخلي محتوايا يوصل لناس تانية. واللي لسه مش مشترك بقناتي ياريت يشترك فيها عشان يسمع أحلى حواديت سارونا. ويلا بينا نبدأ قصتنا. في يوم من الأيام كان في أمير سمع عن قاضي في بلده الكل بيشكر فيه وبيقولوا إنه عادل جدا ومفيش حد يقدر يضحك عليه أبدا، لا بمكر ولا بخداع. الأمير حب يتأكد بنفسه فقال أنا هلبس لبس تاجر وهنزل أشوف بعيني. وفعلا لبس زي تاجر بسيط وركب حصانه واتجه على المدينة. وهو داخل من بوابة المدينة قرب منه راجل متسول شكله غلبان وقال له اديني حسنة لله. فالأمير اللي هو متنكر في هيئة التاجر مد ايده واداله قرشين، لكن المتسول مسك فيه وقال له خدني معاك لحد ساحة المدينة الله يكرمك. الأمير اتفاجئ شوية في البداية بس قال ماشي وركبوا وراه على الحصان. ولما وصلوا ساحة المدينة والأمير قال له يلا انزل بقى وصلنا، المتسول بصله وقال له بمنتهى الثقة أنزل إيه؟ ده الحصان حصاني. الأمير اتصدم وقال له إزاي يعني؟ فضلوا يتخانقوا وتجمع الناس حواليهم، وفي الآخر قالوا لهم روحوا للقاضي هو اللي هيحكم ما بينكم. وفعلا راحوا المحكمة وكانت زحمة جدا والناس كلها قاعدة مستنية دورها، والحاجب بينادي على المتخاصمين. الأول دخل نجار وسمان وكانوا ماسكين محفظة وكل واحد بيقول إنها بتاعته. النجار قال أنا اشتريت منه سمنة وأول ما فتحت المحفظة عشان اديله الفلوس خطفها مني. فقام السمان قال ده كداب، هو اللي حاول يسرقني، أنا اللي طلعت المحفظة عشان أفك له ذهبية وهو خطفها مني. القاضي بص ليهم وقال بكل هدوء سيبوا المحفظة هنا وتعالوا بكرة. جه بعديهم دور التاجر اللي هو الأمير المتنكر والمتسول وحكوا اللي حصل قدام الناس. فالقاضي قال لهم برضو سيبوا الحصان هنا وتعالوا بكرة. تاني يوم رجع الكل للمحكمة. القاضي نادى النجار والسمان وقال للنجار خد المحفظة الفلوس فلوسك، وقال للسمان اضربوه 50 جلدة. وبعدها نادى التاجر والمتسول وسألهم تعرفوا تميزوا حصانكم من وسط 20 حصان؟ فالاتنين قالوا بكل ثقة أيوة. فخدهم القاضي على الاسطبل والاتنين فعلا شاوروا على نفس الحصان في نفس اللحظة. رجع القاضي وقال الحصان حصان التاجر والمتسول يتجلد 50 جلدة. بعد الجلسة التاجر اللي هو الأمير راح ورا القاضي وسأله إزاي عرفت إن المحفظة بتاعة النجار وإن الحصان حصاني؟ القاضي ابتسم وقال له الموضوع بسيط، حطيت المحفظة في كوباية مية واستنيت للصبح ولقيت إن ما فيهاش أي سمنة عايمة على وش المية، يبقى مش بتاعة السمان اللي دايما إيده مدهونة بالسمنة. أما الحصان فدي كانت أصعب حاجة لأن الاتنين عرفوا الحصان، بس أنا كنت عاوز أشوف الحصان هيعرف مين فيكم. فأول ما قربت أنت منه الحصان لف وشه ومد رقبته ليك، لكن لما المتسول قرب من الحصان فالحصان بعد عنه ورفس برجله.
ساعتها عرفت إنك صاحب الحصان الحقيقي. فالأمير راح بصله بإعجاب وقال له: أنا مش تاجر، أنا الأمير، وجيت علشان أختبر عدالتك، ودلوقتي اتأكدت إنك قاضي عادل بحق. اطلب اللي نفسك فيه وأنا أكرمك بيه. فراح القاضي ابتسم له وقال له: شكرا يا مولاي، أنا مش بشتغل علشان مكافأة، أنا بعمل شغلي بضمير، ودي أغلى مكافأة عندي. وبكده تكون خلصت قصتنا النهاردة، واستفدنا منها إن الإنسان اللي بيعمل شغله بضمير وبأمانة حقيقية مش بيكون مستني أي مقابل للي بيعمله غير إنه يتقن عمله بمنتهى الإخلاص والأمانة، ودي بتكون أغلى مكافأة بالنسبة لي. أتمنى إن القصة تكون عجبتكم وإن سردي يكون عجبكم، واستنوني مع مزيد من القصص الجميلة في عالم حواديت سارونا.